الجمهور المصري في ماتش بيراميدز يا جماعه كان عامل سيمفونيه، كان عامل حاجه كده. الروح بتاعت زمان دي اللي هو القلق في الشوارع البورسعيد. المصري هيلعب النهارده، يبقى انت بورسعيد كلها وقت الماتش كل المحلات مقفوله، ويوم الماتش بتلاقي فيه اجواء عيد في بورسعيد، تلاقي الشوارع كلها فرحانه. فعشان كده بدل ما كنا بنجيب لكم لقطات كل مره من المباراه، حبينا بقى المره دي المراسلين ينزلوا ارض بورسعيد الجميله ويجيبوا لكم اجواء بقى بتاعه الماتش، بقى ايه بتاعه يوم المباراه، بقى تحسوا بالاجواء بتاعه زمان دي، بقى الاحتفالات بتاعه الجمهور قبل المباراه والاستعدادات بتاعتهم وقعداتهم في الكافيهات. وهتلاقي في كمان لقطه كده اللي هو ايه وقت الهدف التعادل لما جه، فرحه الجمهور المصري البورسعيدي في الكافيهات. وهتلاقي بقى ايه في بقى اجواء بتحصل كده قبل الماتش كان الساعه 9، في اجواء من 3 العصر او من 4 العصر، هتلاقي في الشوارع في زمامير واحتفالات، عيد تحس ان انت قاعد في عيد. اجواء جميله كده في الوقت المباراه. وكمان بقى في لقطات عايز اقولها لكم او تعليق البورسعيديه عن المباراه، تعالوا نشوف. ان شاء الله هنعمل نتيجه كويسه جدا 3-0 زي الماتشات اللي فاتت، وان شاء الله هنبقى لعيبه النادي المصري هيعودونا على النتيجه دي باذن الله طول الدوري. والسنه دي باذن الله حاسين ان نفسنا طويل ان احنا ننافس على الدوري باذن الله والبطولات كلها. هو الشوط الثاني كنا احسن من الشوط الاولاني، بس المفروض يعرف اللي بيضرب ضربات الجزاء يعرف يضربها، لكن ما يجيبش اي حد يضرب ضربه الجزاء. بس المفروض السعداوي ما يلعبش، السعداوي ما يشوفش ضربه جزاء عشان هو اللي مضيع الماتش. ونقول للجمهور بتاعنا الف مبروك للنادي المصري، وانا فرحان ان احنا متعادلين. احنا متعادلين، بس في نظر كل البورسعيديه كسبانين باللي حصل من غير تفصيل. احنا كسبانين ال3 بونت دول ب6 بونت مش ب3 بونت. احنا متعادلين وفرحانين عشان اللعيبه رجاله عندهم اصرار على المكسب، عندهم روح، بيلعبوا في الملعب برجوله. الحمد لله منظرنا جميل، واحنا التعادل بتاعنا دلوقتي احنا في نظر كل بورسعيد احنا كسبانين 3-2. بس يا سيدي، وعشان كده بقى حبيت اجيب لك اللقطات الجميله بقى في بورسعيد والاجواء، بس مش في المباراه، في اراضي بورسعيد نفسها. وعايز اقول لكم الماتش كان ماتش عالمي، 2-2 خلص تعادل. لا حرفيا كانت فعلا مباراه قمه الجوله. وأراك ضاحكا.